الحادثة التي تشبه بحادثة اليوم التي اعتلت كتفه وقبلته وهو يقرأ القرآن الكريم. تعرف أنا مش فسرتها، أنا أعطيها التفسير الموصل فيها المخطئ الله أعلم. الواجهة الحقيقية، الواجهة تاع هذا الشعب تاع الأمة هي القرآن. كيف؟ الآن المشاهدة لهذه اللقطة أزيد من مليار مشاهدة. وش كان يدير صاحبنا؟ هذا كان يسمع، كان يغني، كان يرقص. وش كان يدير؟ كان يبدو من صورة الأنعام، الوجه تاع العالم وكل يسره، الإعلام العالمي الخاص العالم الدنيا كلها صورت والتقطت ذلك المشهد. وش كان يدير صاحبنا؟ أن أهل الجزائر أهل القرآن الكريم، رب يحب يرفع من شأن أهل القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، وبالقرآن رب يرفع من شأنكم وبقدركم. كيف تسمع أحكام جاي الجزائر؟ ولكن بتلك اللقطة الناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أخصارهم وأبنائهم شاهدوا تلك اللقطة، وتلك اللقطة التي قبلته وقد خضعت وخشعت إلى كلام الباري سبحانه وتعالى. والذي يلفت الانتباه أن الإمام لما أراد الركوع نزلت الهمة على كتفه، نزلت إلى الأرض وأذنت سبحان الله، يعني حتى لا يتحرك منها هي نزلت، والإمام ركع في صلاته ليكمل واجبات الصلاة. أحرصوا على القرآن، هذه نصيحة، أحرصوا على تعلمه، على تدبره. ومن الحسنات الطيبة المباركة في هذه البلاد أن